اهلا بيكم في حلقه جديده من تك الزرار. تعالوا اقول لكم كده النهارده ازاي حولت الصوره دي للصوره دي. يلا بينا. اهلا بيكم. كنا اتكلمنا قبل كده عن موضوع الذكاء الاصطناعي، سواء بقى في ادوبي فايرفلاي او حتى ادوبي فوتوشوب عن طريق الجنريتيف فيل. ولكن النهارده احنا جايين نتكلم عن برنامج تاني خالص من واحده من اشهر الشركات اللي موجوده في العالم، وهي شركه انفيديا. انفيديا من فتره كده طلعت برنامج اسمه انفيديا كانفاس. البرنامج ده حرفيا بيعمل سحر. في البدايه كده خلينا نفتح مع بعض البرنامج نشوف شكله ايه، نظامه ايه، بيشتغل ازاي، القوائم بتاعته ايه، ازاي بيحول الرسم لصور. يلا بينا مع بعض. زي ما انتم شايفين احنا كده فتحنا البرنامج قدامنا، بيظهر لنا القائمه بالشكل ده. في بيبقى عندك كذا اختيار، في اختيار ستاندرد وفي اختيار بانوراما. ده نسخه بيتا، بيحتاج لكارت شاشه من 6 جيجا فيما فوق. احنا هنشتغل على اللي هي اللاندسكيب، الصوره العاديه اللي هي الستاندرد. تعالوا نشوف هنعمل ده ازاي. هو الديفولت بتاعه بيبدا مديني صوره زي دي، صوره عاديه خالص اهي، صوره زرقاء، ومديني قصادها الناحيه التانية سما. طيب خليني اقول لك ان في عندك على اليمين هنا مجموعه اختيارات. في البدايه طبعا سكاي، دي سما، بعد كده كلاودز، بعد كده عندك هيل، تلال، بعد كده ماونتنز، جبال، وهكذا. عندك كذا حاجه من المناظر الطبيعيه. عندك بعدها الستايلز ده ايه بقى؟ دي الشكل اللي انت عايز التصميم يبقى عليه. في بقى شكل دراماتيك، في شكل الصبح، في شكل الظهر، في شكل ابيض واسود، الحاجات دي كلها. طيب تعالوا مع بعض كده نشوف هنقدر نعمل ده ازاي على كانفاس، وازاي لما بنبدأ نرسم بيظهر معانا التصميم من الناحية التانية. تعالوا مع بعض. انا عندي المكان اللي انا برسم عليه الناحية دي اهو، او اللي هو البورد اللي انا برسم عليه. طيب وليكن مثلا انا هختار ان انا هرسم في الاول كده تل. هاجي هنا طبعا بختار، عندي على الشمال عندي قائمة برش، وعندي في لاين دي لو انت عايز تعمل حاجة مسطحة لاندسكيب على بعض، يعني اقصد مش هتعمل فيه منحنيات او حاجة، هو بيديك حاجة سوليد كده على بعض. بعد كده عندك الاريزر تول زيها زي الفوتوشوب، دي اللي بتمسح. بعد كده دي عندك فيل. انت اول ما بتبدأ ترسم بتحدد الاريا اللي انت عايز ترسم فيها، وبعدين بتروح عامل لها فيل وبيظهر لك الشكل. طيب تعالوا كده بدون كلام كتير نعرف الموضوع ده بيمشي ازاي. في البداية كده زي ما قلنا خلينا هنرسم تل. هنيجي مثلا وليكن كده هنروح عاملين بالمنظر ده. تمام. بص، هو مع كل رسمة بيغير لي الشكل ازاي على حسب الرسمة اللي ظاهرة قدامه. طيب تعالى بقى هنروح عاملين كده فيل. بص المنظر اتغير ازاي. تمام. طيب تعالوا بقى احنا خلاص عملنا كده تل. تعالى بقى نجرب نعمل عليه مثلا شجر. عندنا هنا فين الشجر اهو. هنيجي هنا كده، او خلينا على اللاين كده. عمل لنا شجرة، هي هنا مش مظبوطة شوية، ولكن خلينا نختار بس الاول ستايل تاني غير ده علشان الدنيا تظهر معانا افضل. تعالى هنا هنروح مثلا عاملين كده بالمنظر اللي انت شايفه ده. طيب ما تيجي بقى نكبرها شوية.
تعالى هنا واعمل فل. طيب تعالى بقى نجرب نرسم شكل شجرة تانية خالص ونشوف هتمشي معانا ازاي. هنيجي مثلا وليكن هنا وهنروح عاملين شجرة بالمنظر ده. هنيجي هنا هنعمل فل. يعني انا مش عارف اقول لك ايه. انا شايف اللي بيحصل قدامي ده سحر. وعلى فكرة البرنامج ده مش جديد، البرنامج ده تقريبا بقاله سنة او اكتر موجود. يعني انفيديا من اول الشركات اللي عملت الفكرة دي في الذكاء الاصطناعي. طيب هو ده بس اللي انا ممكن اقدر اعمله؟ لا، ده انا كمان بعمل زي الفوتوشوب، برسم على لايرز. احنا كنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن اللايرز. الحلقة دي تقدر تشوفها في الاي هنا او هنا. تمام. باجي هنا بروح عامل اد لاير بالمنظر ده وابدأ ارسم على اللاير ده لوحده. طيب تعالى بقى هنا في اللاير ده مثلا، خلينا في الاول بس على اللاير اللي فات نكمل التل اللي موجود عندي علشان تطلع الدنيا مظبوطة، ما تطلعش فيها فراغات بالمنظر ده. طيب تعالى بقى كده هنروح وليكن هنعمل مثلا نهر مثلا هنا. هنيجي هنا على اللاين وهنروح مكبرين الفرشة شوية. هنيجي كده بالمنظر اللي انت شايفه ده. واخد بالك ايه اللي بيحصل؟ هو بيبدأ يغير لك شكل وابعاد الصورة على حسب اللي انت بترسمه. بص الصورة بقت مختلفة تماما، الشكل اللي انت شايفه بقى تماما مختلف. طب ما تيجي كده نزود لاير كمان في اللاير ده ونروح مثلا عاملين هنا زرع كده. بص المنظر بقى عامل ازاي. لا الموضوع يا جماعة، الموضوع في حاجات تطور رهيب. وخد بالك كل الحاجات دي لسه قيد التطوير. يعني احنا لسه قدام مش عارفين هيحصل فينا ايه. هل هننقرض كمصممين ولا ايه؟ انا مش عارف الموضوع رايح فين. ولكن خلينا ادينا بنشوف الوضع ماشي ازاي. هنيجي مثلا هنا وليكن هنعمل ستون، نعمل مثلا حجر هنا بالمنظر ده. لا هو كده بدأ يخرف يعني او احنا اللي بنخرف في الصورة مش عارف. طيب ما تيجي بقى نشوف كده مثلا نغير نعمل منظر سحاب تاني. يعني نرسم شكل سحاب بالمنظر ده. يا سلام يا سلام على الشغل اللي بيحصل. يعني بص بيديك يعني امكانيات فعلا رهيبة. يعني انا مش عارف بصراحة احنا هنروح فين بعد كده تاني. ولكن لا الوضع فعلا خطير. يعني احنا رايحين على منحنى ربنا اللي يعلم بيه المصممين شكلهم هيقعدوا في البيت. طيب ده كده المنظر اللي طلع معايا في النهاية. ممكن بقى اجي زي ما قلت قبل كده بعمله ستايل، يعني اغير الستايل بتاعه. وليكن مثلا تعال نجرب الستايل ده. بص هو غير لي الاضاءة وغير لي الالوان والكلام ده كله زي ده اعتقد اللي هو الجليد والجو اللي هو شوية في برودة لانه مايل للازرق شوية. بص على منظر الغروب. وخد بالك ده هو كمان بيغير شكل الشجر على حسب تون الصورة. خد بقى يعني
اتفرج، يعني هو عمل لك يعني مش عايز اقول لك يعني الانبهار لسه فيه تاني قدام. يعني احنا لسه هنشوف، ياما هنشوف. تقدر تديليت اللاير عادي اللي انت زودت عليه، بيبدأ يشيلك الحاجة. طيب انا ممكن كمان اعمل سكتش جديد. هتجرب بقى، انت زي ما انت عايز تجرب جرب. فزي ما احنا قلنا الموضوع داخل في تطور احنا لسه مش مستوعبين ومش مدركين الوضع رايح فين. ولكن خليني اقول لك في النهاية ان الموضوع ده هل هيخدمنا او هل هيكون ضدنا، انا مش عارف. ولكن الاكيد ان الشخص اللي مش هيطور نفسه وهيتقبل فكرة ان الذكاء الاصطناعي بقى حاجة خلاص هتبقى ديفولت في حياتنا، حاجة موجودة، هيفضل محلك سر، مش هيتحرك لقدام. لو عايز كمان تشوف الحلقة اللي اتكلمنا فيها عن الذكاء الاصطناعي قبل كده، هسيبها لك برضو في الاي هنا او هنا، يعني انا مش عارف هي بتظهر فين، بس هي بتظهر في كورنر من الاتنين دول. طيب فلازم زي ما قلنا تطور نفسك في فكرة الذكاء الاصطناعي وتطوعه لصالحك، بحيث ان انت يسهل عليك المهام ويسهل عليك الشغل اللي انت هتعمله بعد كده. لان انا لو فضلت بفكر بالعقلية القديمة واقول بص انا مصمم ومفيش حد هيبقى زيي وانا بعمل وبعمل، انا معاك ان الاحساس بتاع الشخص او العنصر البشري يختلف تماما عن موضوع الذكاء الاصطناعي. ولكن خد بالك ان واحدة في التطور بتاعه هيبدأ يحاكي اللي احنا بنعمله. فانا ليه ملحقش دلوقتي اركب القطر من اول محطة علشان اطور نفسي واوصل مع اللي هيوصله؟ لان انا لو فضلت مستني وقلت ده بكرة هيبقى، لا انا مش هينفع، هلاقي نفسي في الاخر خالص الناس كلها جريت حواليا وانا فضلت مكاني. يبقى زي ما احنا شفنا البرنامج واللي بيعمله هو بيعمل لك منظر طبيعي كامل. لو انت شايف ان البرامج دي هتكون مفيدة لينا، ما تنساش تسيب لي ده في التعليقات. لو شايف عكس كده برضو احب اسمع رأيك. لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب. كنت معاكم احمد المسلمي، وتك الزرار. دمتم بخير.